بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يدور سؤال بين كثير من لربما المشايخ حتى: هل أفضل إني أقرأ سورة البقرة 4 مرات أو أختم كل 3 أيام؟ هذا السؤال أنا سأجيب عنه، وقد أجبت في تفصيل طويل، يعني 1.5 ساعة تقريبا في درس البارحة نزلته. إخوتي الكرام، أريد أذان صاغية، لا نتعصب لشيء. مشايخنا على رؤوسنا، لكن الموضوع ليس موضوع أوراد، الموضوع ليس موضوع حسنات، الموضوع ليس موضوع من أفضل، لكن ما الذي سيحصل إذا قرأت سورة البقرة 4 مرات أو ختمت القرآن ب3 أيام. الموضوع ليس جمع حسنات يا جماعة، والله الموضوع لا له علاقة في الحسنات إطلاقا. يعني المولى عز وجل يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل اتقينا؟ بالله عليك يا شيخ يا عالم، كلكم على رؤوسنا، هل اتقينا ولا ازددنا يعني انحطاطا؟ ألم نزدد انحطاطا تحت الإباحيات والغناء والطرب والعري، وما اهتدينا سبيل، وانتقلوا الشباب إلى علم الطاقة وعلوم الشعوذة وكل هذه الأمور، وكثر القرآنيون. طب الموضوع مش موضوع أوراد. 4 مرات سورة البقرة مش موضوع أوراد. بدك تفوت على موضوع ثبت ولم يثبت، في كثير لم تثبت عن رسول الله ولكننا نعملها، لكن هناك لربما سنة حسنة، خذها من هذا الباب. خذ قصص الذين لزموا هذا الكلام، إنه عاشوا 4 مرات سورة البقرة. أنا عندي كلام، عندنا كم من مليون حافظ كتاب الله، لربما 1.5 مليون في المغرب لوحده. كم عشرات الملايين من حفظة كتاب الله. طب لماذا نحن في ذيل الأمم؟ لماذا لم يفتح الله علينا نحن حفظة الكتاب؟ لماذا قال الله جل في علاه يؤتى في الرجل الحافظ لكتاب الله يوم القيامة فيقال له: فيما حفظت؟ فيقول: فيك يا رب. فيقول: كذبت، بل لي يقال وقد قيل. يعني كتاب الله حفظه لم يحفظه من الضلال ومن الرياء ومن النفاق ومن الضلال، لم يحفظه. حفظه لكتاب الله لم يحفظه، كذلك حفظك لسورة البقرة لم يحفظك. الموضوع ليس أن تحفظ سورة البقرة وليس أن تحفظ كتاب الله. بدنا نحفظ سورة البقرة وبدنا نحفظ القرآن، المقام لا يتسع إنك أنت تطعن فيه وتقول لي ما هو لم يقل. إنه الموضوع إني أنا بدي إياك تعيش 4 مرات سورة البقرة وتشوف كيف أنها ستسقلك سورة البقرة من جديد، ولن تضل بعد هذه المرحلة أبدا بإذن الله تعالى. لن يكون في قلبك هوى، ستنقلب أولوياتك، ستترتب أولوياتك من جديد، ستكون بإذن الله تعالى عندك الحل لكل المشاكل. ستكون متقي. سورة البقرة فيها ثوب التقوى، والله جل في علاه سيعلمك إن اتقيت. واتقوا الله ويعلمكم الله. سورة البقرة عندما تأخذها محمل الجد. كمان مرة، ما لي علاقة بالحفظ، يعني هالتخصص، يعني بلغوا عني ولو آية. كيف أبلغ عنك يا رسول الله؟ ما بين لي كيف أبلغ الآية. أنت استنبطت إني لازم أنسخ وألصق، فأنا أنسخ القرآن وأعطيك إياته كلياته. اليوم في جوجل بنسخ وبلصق كل كتب، كل الأحاديث كلياتها. هل استفدت أنت شيء؟ طب أنا لما أخذت الآية أو الحديث وعشته أيامه بلياليه وطبقته، مش أنت يا شيخ قلت إنك تقرأ سورة ياسين 7 مرات؟ هل ثبت عن رسول الله 7 مرات؟
هل ثبت 7 مرات؟ أو الواقعة تكررها 20 مرة و10 مرات؟ هل ثبت عن رسول الله؟ ما هي تندرج تحت السنة الحسنة أو المجربات. أو عندما يعني الإمام أحمد عندما وجد الرجل يعني مع الخباز، لا تقول إنها قصة مفبركة، هي قصة وجدناها حقيقة في الترتيب إن شاء الله. فقصة الإمام أحمد مع الخباز ما عاب عليه. شو بتفعل؟ لماذا تستغفر فقط في صلاة لرسول الله، في أذكار صباح ومساء، في كثير، ليش يعني أنت مركز على الاستغفار؟ ما عاب عليه. قال له: يا رجل، وما وجدت من هذا؟ هل وجدت من هذا شيء؟ قال: والله ما سألت الله بشيء إلا أعطاني إياه، وهذا الحمد لله فضل من الله وجدناه الاستغفار. لكن ماذا وجدنا من سورة البقرة عندما كررنا سورة البقرة؟ طبعا المدة الزمنية هي أول إشي، هي تجربة أنا عشتها وقطفت ثمارها وبينتها للناس، فوجدوا كل حرف نطقت به. ومنهم حفظ لكتاب الله، ومنهم علماء دراسات في العلوم الإسلامية، ومنهم من هو مدرس في المسجد النبوي، ومنهم مشايخ الحمد لله يعني الذين أخذوا وحفظوا لكتاب الله بالقراءات العشر. طيب أنت ليش بدك تضلك أنت واقف هكذا تقول لا وأنت مش مجرب، مش عايش؟ في كثير أشياء إحنا بنعملها لم تثبت عن رسول الله. ثم هل هذا الذي نحن فيه، الضلال المبين الذي نحن فيه، هل ثبت يعني عن أين أنتم منه؟ الربا والغناء والطرب وكل هذا. ما بينفع إنك أنت تحرم علي الإباحيات، ما بينفع، طبعا هي حرام، ولكن ما بتعطيني الطريق كيف أخلص من هذه الإباحيات. ما بينفع انك تقول لي لا عليك ان تنتهي من الرياء ومن السمعة ومن الانا والانبطاح تحت شهواتك وذنوب الخلوات حتى تصبح ظاهرك كباطنك، الظاهر والباطن واحد. ما بينفع تقول لي هذا الكلام. هل انت هكذا؟ بالله عليك. طب انا اشهد الله اني ظاهري وبطني واحد الان. والشطارة مش شطارة، الموضوع ليس شطارة، الموضوع فتح من الله أن أذن لي أن أعيش سورة البقرة 4 مرات. فأخذت سورة البقرة 4 مرات، هذا هو ترتيبها جاء عشوائي. 4 مرات لربما عشت معها شهر ونص. أخذتها بداية 28/9/2019، أول يوم مرة، ثاني يوم أكثرت أنا جالس إنسان مستقل، أخذت 4 مرات، علما إني كنت أقرأ كتاب الله، أجلس مع كتاب الله لربما 10 إلى 11-12 ساعة في اليوم، عشان ما تقوليش بتقرأش. ما قلت لك اترك، يعني أنت بدك تعمل 2.5 ساعة قراءة سورة البقرة 4 مرات، وكأنه 24 ساعة بطلت تنام. ليه بتضخم؟ لما اللي بيحفظوا حفظ كم يرددوا؟ 3 عيد. خلينا نمشي وحدة. فأنا عندما لزمت سورة البقرة 4 مرات كان معي وقت، لزمتها 1.5 شهر، لربما 1.5 شهر 4 مرات. ثم يعني قل الوقت معي، يعني انشغلت أكثر، فنزلت 3 مرات، لربما كمان 1.5 شهر، ما فيش تحديد بالضبط. ثم أنا كان البيت قريب جدا على المحل الشغل تبعي، يعني على متجري قريب جدا، فكنت أقرأها مرة في البيت ومرة في المتجر، يعني بنفس يوم تقريبا. لربما بقيت مع هذا الحال 1.5 سنة، 1 سنة و6 أشهر، 1 سنة و7 أشهر، مش متذكر بالتحديد. مرتين، واحدة في البيت وواحدة في المتجر، واحدة في البيت وواحدة في المتجر. بعدين ضاق الوقت أكثر وانتهى الأمر بي إلى مرة واحدة. طيب في البداية ماذا وجدت أنا عندما أخذت سورة البقرة 4 مرات؟ جماعة، كم منكم من بطح تحت شهوته ولو كانت بالحلال مع زوجته، يظن إنه خلق للجماع. خلص تحط على بلاطة. أنا يظن إنه خلق للجماع فقط، ما فيش إشي تاني آخر عقله في هذه الأعمال. طب عندما تشلح هذا الأمر أنت كنت تعاني منه سنين، بمجرد أخذ سورة البقرة 4 مرات. طب عندما تشلح كثير من السقطات، كثير من الشغف، كثير من ذنوب الخلوات التي عانيت منها الأمرين، وشكوت لكل المشايخ هذه المسألة وما حلها لك أحد، ما حلها لنا أحد، ما فيش حل. اليوم إحنا ضايعين. اليوم ذنوب الخلوات أذهبت عنا
كل حسناتنا. طيب ما احنا صمنا رمضان على اساس نتقي، ما اتقينا، ونحن نقوم الليل عسى الله ان يغير احوالنا، وصمنا اثنين وخميس وعملنا من الحسنات ما عملنا، فما تغير حالنا. لماذا عندما اخذت سورة البقرة، وعندنا قصة لاختنا ام رفيدة، هي مشرفة معنا بالجروبات، من 2006 تقرأ سورة البقرة مرة واحدة، يعني هي أساس إنها طولت، يعني 18 سنة تقرأ سورة البقرة مرة واحدة. وبعد ما إن هي دخلت على جروبات عندي وسمعت الأربع مرات، فأخذت سورة البقرة 4 مرات، ونزلت كلامها ماذا وجدت في الأربع مرات وماذا وجد. وال4 مرات قلنا يا ربما شهر ونص، شهرين، 3. وعندنا حافظة لكتاب الله بالقراءات ال10، هي قالت إني أنا أخذ معي 4 أشهر حتى كسرت ما هو القفلة الثانية، المرحلة الثانية التي فيها تشلح السقطات، التي يعاقب الله عليها الأمة. نعم، كل واحد اتخذ شيء إله يعبده، فلان الإباحيات، فلان ميسي كرة قدم، فلان عنده ميسر لا يتركه، كل يوم عنده ميسر، وكل يوم عنده غناء، أعراس لا تنتهي، كل واحد مقدس شيء في حياته لا يتركه، وهو يعرف أن الله يعاقبه عليه، لكنه لا يستطيع تركه، يتركه الليلة وبثاني يوم الصبح يعود إليه. نعم، فما العمل؟ طيب إذا أنا وجدت هذه الضالة، الأمة ضالة، وانت بتنظر، انت تنظر، تيجي استحضر الذنب، استحضر القلب، بالله عليك أتستطيع أن تستحضر الذنب أو قلب؟ يمكن إذا عملت إسا الآن عمل تستحضروا هذا العمل، أما الله جل في علاه بقول لك أحصاه الله ونسوه، وانت بتقول لي أستحضره. هل قال لك فقلت استغفر ربكم واستحضروا ذنوبكم واحضروا قلوبكم وسأغفر لكم؟ ولما قال الله جل في علاه فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا، هكذا اذبحوا بقرة. ليش انت بتفوت بالتفاصيل اللي انت مش عايش فيها؟ ليش اخي الكريم، حتى انت يعني الشيخ جزاك الله خير، ليش بتفوت بتفاصيل بتعجز الناس وانت مش عايش فيها؟ ليش ما بتقول انا عشت الاستغفار بالصيغة كذا وكذا، لزمته مدة كذا وكذا، فكان عندي تعطيل. لماذا لم تفعل ما فعل ابن تيمية؟ لماذا بتدلنا على ابن تيمية وانت لا تعرف ما معنى الاستغفار الحقيقي الذي وجدته ملموسا بحياتك؟ هل الاستغفار فقط يأتي بمال؟ طب ليش الناس بتروح للاستسقاء ولا تذهب إلى الاستغفار؟ إذا أنت بتعرف أنه الاستغفار يأتي بالمطر، لماذا الناس تروح لصلاة الاستسقاء مثلا؟ بس هيك سؤال جاوب أنت عليه لحالك. طب إذا أنا بينت بفضل الله والفضل كله لله عندما أخذت سورة البقرة وأكثرت شلحت كل سقطاتي، مفهوم الرزق فهمته، بطل في عندي حسد أخي الكريم، صار عندي حب إلك، أبين لك والله إذا في قلبي بتعصر شيء على العناد الذي أنتم فيه ولا تريدوا أن تأخذوا. يا أخي جرب، يعني عمال تكفر أنت لما تقرأ سورة البقرة 4 مرات، أنت عمال تكفر، مش فيها مليون حسنة 4 مرات؟ طيب عيشها شهرين، شو المشكلة؟ لربما تكون أنت المجدد فيها، لربما أنت مش أنا، عندك العلم الشرعي ويفتح الله عليك بالعلم اللدني وبارك الله فيك، ويكون لك كلام تسمعه مما وجدت. لماذا عندما قال ابن تيمية خير الدعاء الاستغفار لم تحملوا به؟ الدعاء يقارع القدر، ما فهمناها، ما احنا دعينا ولم يستجيب الله جل في علاه، ما احنا قمنا الليل ولم يستجيب، في مواطن الاستجابة كلها لم يستجيب، في ليلة القدر لم يستجيب، لم يغير الله لنا ولا شيء إلا ذل وهوان، ذل وهوان. طيب لماذا لم يفتح عليك يا شيخ تبين لي كيف أعرف الله وكيف يستجيب الله؟ لماذا عندما تأتيك مسألة والحكمة ضالة المؤمن، إنك أنت عندما سمعت 4 مرات سورة البقرة لماذا تفند؟ لم يثبت لم يثبت لم يثبت. يعني أنا أعرف إنه الصحابة والرسول عليه السلام كانوا يصلوا حول الكعبة إلى جهة حجر إسماعيل، يعني إلى بيت المقدس، خلف الكعبة لسنين طويلة،
حتى يعني لا أظن على الفترة الأموية وهكذا غيروا، لأنه كثر المصلين، صاروا مصلين كثار، فيعني استنتجوا انه ليس البر ان تولوا وجوهكم من قبل المشرق والمغرب لكن البر من امن بالله، فاخذوها وبداوا يصلوا حول كل نواحي الكعبه. هل الاذان الثاني في يوم الجمعه ثبت عن رسول الله ام هو من يعني سيدنا عثمان يعني قام به؟ كم من سنه حسنه سنت. هل يجوز لابن تيمية يقول خير الدعاء هو الإسلام هو الاستغفار؟ هل يجوز لابن تيمية أن يقول أنا استغفرت الله 1000 مرة فتح الله علي؟ هل يجوز لسيدنا أبو هريرة رضوان الله عليهم طبعا، بس أنا سؤال يعني أسئلة نسألها، هل يجوز لسيدنا أبو هريرة أن يقول أنا استغفر الله 12,000 مرة على قدر عتقه؟ أم إنك يا أنت عندما تتعارض مع أي شيء تقول هاي القصص كلها ما ثبتت لأنك ما عملت؟ أنت قرأت فلان وفلان وفلان ودلتني على ابن تيمية وما علمتني كيف أنا أستغفر، ثم صعبت الأمر علي وقلت لي استحضر ذنب. أنا استغفرت يوم يومين، أنا استغفرت 6 أشهر ب30,000 استغفار، والله ما كنت أعلم بشيء اسمه تحديد أوراد. أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد. أول شيء أنا سمعت القصة وطبقتها على نفسي ولزمت الاستغفار، وأمطر الله بشهر الصيف بشهور الصيف في المطر، وجاءني أول قسط يعني من عطاء الله الترتيب، ومددكم بأموال، وجاء 4,000 دولار قيمته. وبعد ذلك أبطل السحر فجاء البنين، وبعد ذلك بعد 6 أشهر قضى الله عني الدين أكثر من 80,000 دولار. لكن عندما أسأت الأدب إلى الله وكنت بكل هذه العبادة التي أعبد الله جل فيها في علا فيها، كنت أعطي دروس في المساجد. أنا لست شيخ ولا عالم ولا شيء. أنا طبعا أبحث. شو يعني أبحث؟ يعني مش ساذج، يعني أنا ببحث في ديني. يعني إذا بتقول لي حديث أنا أتأكد إذا كان هذا الحديث صحيح ولا لا، ولا أنت بتنشروا انشروا. ننشر ماذا؟ ننشر حديث مكذوب تقولوا مرة واحد وخلص أنت من أهل الجنة؟ ما هذا الكلام مثلا، مش أنت يعني. فأنا أتأكد، وإذا غاب عني شيء وما كان لهم الخيرة، يعني إذا قضى الله ورسوله أمرا فأنا أمتثل، ما أقول لا هذا ما بقوله. أنا بتأكد إذا الأمر، فأنا قدر المستطاع يعني أطبق أوامر الله جل في علا قدر المستطاع. فالموضوع إن سورة البقرة لها ملهى. الموضوع إن عندما عشنا الاستغفار ما حدا دلنا على الاستغفار عذرا. يعني الشاب الذي كان يعني بالقصة قال ما سألت الله بشيء إلا أعطاني إياه. نعم هنا قصة وهناك، لكن المشايخ ما تبنوا هذا الأمر. يعني علماءنا ما قالوا لنا يا جماعة إن إحنا أمة في ذيل الأمم علينا أن نستغفر، الذنوب هي التي يعذبنا الله فيها. أنت قلت لنا يعني بتطبطب على ظهورنا، لا زلت تطبطب على ظهورنا وتقولنا أمة تحت البلاء، أمة غرقانة في الربا، وغرقاني في الإباحيات، وغرقاني في قطيعة الأرحام، وغرقاني في الأنا، وغرقاني في إنما أوتيته على علم، وغرقاني في الشرك الذي لا ينتهي. نعم الشرك الذي لا ينتهي. وغرقاني في يعني لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وباع بباع وذراع بذراع ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وبتقول لي نحن تحت البلاء. طب قل لي نحن تحت العقاب. جماعة هذه الذنوب الله يحولها عليكم لأسحار ولعيون ولتقتيل ولحروب ولذل ولهوان ولديون ولأمراض لا تنتهي. كل هذا الكلام بفهم إنه أنا عن جد أنا مصر على شيء، فالله مخرب لي تجارتي. يعني إن تبت طيب مليح جميل، صلت هذا الموصول استنتاج جميل، بدي اسمع كلامك بدأت. طب شو الضامن لي؟ ما هو الضامن لي إني أبقى على دين؟ ما هو الضامن؟ إنها سورة البقرة
ب4 مرات. لماذا؟ ستحلق سورة البقرة 4 مرات كل الرياء الذي في صدرك، وستنتقل من حب الشهوات والانبطاح تحت الشهوات إلى حب الطاعات والقرب من الله، وستخرج من دائرة البغض والحسد والكره والأنا وكل الرياء هذا إلى دائرة كأنك من أمة كالجسد الواحد. نعم، همك الأمة، همك لماذا نحن في ذيل الأمم. الله غير أحوالك، الله بدل أمورك. الموضوع مش فلوس. في ناس بتقول لك بقرأ القرآن، نعم هذا يندرج تحت من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهم مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، لكن كم منا يحفظ يردد كتاب الله في اليوم، يردده كل يوم؟ هل كتاب الله يعني لا نعيب، لكن في فعل معين عندما قال رسول الله اقرأوا البقرة فإن أخذ بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة هي من الصحراء. نعم، وكل شيء باطل لا يستطيعه مع سورة البقرة إذا رددتها. فعندما تسقلك سورة البقرة وتخلع هذه السقطات التي الشيطان كل مرة أنت في صراع، أنت في صراع، أنا لست بصراع، ما عندي صراع، والله الذي لا إله إلا هو لا رب سواه، ما عندي صراع مع نفسي، لا على المال ولا على الإباحيات ولا حب الأنا ولا حب الظهور ولا شيء. أنا كنت قبل سورة البقرة، نعم، ما كنت أهتدي، كان عندي محلات مش محل، كان عندي 5 عمال، نعم، لكن اليوم أنا ما عنديش ولا عامل، أنا ما عندي ولا عامل، ولكن رزقي أفضل من الماضي بكثير. هل الموضوع هو فقط مال ورزق، أم هو علم، أم هو التوكل على الله وحسن التوكل، أم هو إنه تفهم مفهوم الرزق وتخرج من دائرة العقاب الرباني، وتخرج من دائرة الحسد، وتخرج من دائرة الغيبة والنميمة، وتبدأ تحب الناس. إنها من أفعال سورة البقرة أخي الكريم. ليش أنت بدكش تفهم؟ ليش أنت ما بدك تأخذ على نفسك تفعل كما فعل ابن تيمية إذا أشكلت عليه مسألة كان يستغفر الله 1000 مرة؟ طيب ليش أنت عبت علي إني أقول 4 مرات، أو لم تعب على ابن تيمية هذا الكلام إنه عنده أحد تحديد؟ أنا لم أحدد، هي هيك جاءت، هي أنا بينت لك إياها، ولكن وجدت إنه كل الذي كنت أعاني منه في الماضي انتهى في ظرف قصير. فعندما أسمع شيخ أو عالم ويسأل سؤال ما في عنده جواب، أنا قد أجي لشيخ وأقول له 1 2 3 شيخ أنا ساقط في الإباحيات، شيخ أنا عيني فارغة، أنا بظني حاسد يا أخي، كل الناس بتتقدم وأنا لا. شو تقول لي؟ تقول لي غض البصر، صح؟ بقدرش، لا أستطيع. ماني بشكي لك يا شيخ عشان تقول لي غض البصر، ماني لا أستطيع. قلنا لسورة البقرة في لها فعل. فسورة البقرة ستنزع منك هذه الشهوانية المفرطة. سورة البقرة ستمنعك، يعني ستجعلك إن شاء الله ظاهرك أو باطنك واحد. سورة البقرة ستلبسك ثوب التقوى، إن لبسنا ثوب التقوى الحقيقي. كيف يعني أنا التقوى؟ يعني أنا بدي أزكي نفسي؟ أنا لا أزكي نفسي، بس أنا مش موجها، وأنا لست حاسد، وأنا راضي، والله الذي لا إله إلا وإني راضي والحمد لله رب العالمين. والتوكل هو عطاء من عند الله، لو أنكم توكلون على الله حق توكله، وهذا عطاء من عند الله. الله لا يعذب مستغفر، ومن يتق الله. فسورة البقرة فيها التقوى، وسورة البقرة فيها استجابة الدعاء. نعم الاستغفار فيه، لكن إذا الاستغفار لوحده لا يكفيك، لأنه لازم تشغل نفسك كل اليوم في ذكر الله بالاستغفار. لكن مع سورة البقرة ممكن تتشعب. ليش؟ لأن سورة البقرة واحد عنده رعشة، إنسان عنده رعشة. طيب إن أفهم لك إياها بالأبسط تبسيط. كتاب الله مش رايح يحفظه من هاي الرعشة، إن قام الليل لن تحفظه من هذه الرعشة، الاستغفار لن يحفظه، يعني مش مرض، يعني أنا ما بتكلم عن الرعشة، في أشياء في داخلك ما إلها جواب عندك، ما فيها جواب في الاستغفار. سورة البقرة هي قرص الدواء الذي هذه الرعشة انتهت. الرعشة في كل شيء. كيف أتوكل؟ ماني خايف،
يعني هي الكلام اني اقول الحمد لله، الوضع بيخزي. مش اقل القليل تفهم اننا تحت العقاب، مش اقل القليل انك انت تبت فالله تاب عليك واخرجك من دائرة العقاب، مش اقل القليل انك انت عندما تتكلم ومن يحمل كلامك محمل الجد يجد كل حرف نطقت به يجده تباعا في خارطة الطريق لقراءة سورة البقرة، في خارطة الطريق للاستغفار، مش استغفروا ثم انا عجزت بالاستغفار. انت استحضرت الذنب، لا انت استحضر الذنب، طيب لم يتأتش. انت استحضرت لا، استحضر الذنب واستحضر القلب. هذا كلام، هذا كلام، هذا كلام انت بتقول لانه ما عشت، وستبقى تقول كلام علماء ما بتطبق، ما بتطبق. لا تنسى زماننا لا يشبه زمان، لا تنسى هذا الموبايل المجرم الذي أوجدوه بين أيدينا، لم يستطيعوا علينا بالكلمة فاستطاعوا علينا بالصورة، استطاعوا علينا أن نجلس أنا وهذا الموبايل والشقروات بالليل لوحدي، والله يزيد ويزيد ذلنا ذل وأنا لا أدري. طيب أنا علقت في هذولا الساقطات، علقت معهن. شو يعني علقت؟ كل يوم عندي فيلم ساقط، وبعدين مع العمر لا أستطيع. واليوم في ناس مرضت مرض عضوي صابها من كثر ما حضرت أفلام ساقطة، نفساني مرض فتك في أجسادهم. طيب يبكوا، طب كيف الحل؟ وين الحل؟ ايش الحل؟ يحبسوا يا أخي. عندما تابوا إلى الله ولا سورة البقرة ما حلقت كل شيء. طب ما كتاب الله لم يحلق، ما في عندي ناس ساقطة في كتاب الله، يعني هي ساقطة حافظة كتاب الله وهي ساقطة في الإباحيات، هيك بدك؟ يعني هذا الكلام لا يخفى على عاقل، يعني إنه في كثير من حفظة كتاب الله سقطوا أخلاقيا، بالأخص في هذا الزمان. لا تقيسنا بالزمان الذي مضى ما كان فيه موبايل ولا كان فيه سوشيال ميديا ولا فيه تواصل في هذه، والمرأة خرجت تعمل وكله يعني شطر بطر. طب كيف أنا بدي أنا أستقيم على أمر الله؟ كيف بدي أعود إلى الفطرة السليمة؟ كيف أنا بدي أرضى رضاء تام؟ يا أخي ما أنا بقول لك سورة البقرة هي تعمل بفضل الله من أسرارها. لما الله جل في علاه قال لبني إسرائيل اذبحوا بقرة، راحوا يبحثوا يلا مين أحسن؟ أنت هيك تعمل مين أحسن؟ ختمة 3 مرات القرآن ولا سورة البقرة 4 مرات؟ لا، شو رأيك إنك أنت تقرأ سورة البقرة مرة وتكمل بالختمات؟ يلا أنت بدأ عمي. صحيح أنا مش نبي، لكن الحكمة ضالة المؤمن. الناس ضايعة في علوم الطاقة وعلوم بعرف شو اسمها، قوانين الجذب والكفر. هذا ليش؟ حل لي المشكلتين يا أخي. يا أخي ما أنت حافظ لكتاب الله وأنت تردد كتاب الله كل يوم، ماذا وجدت منه؟ أم حفظته لنفسك وتردده على ما سمع الناس وأنت لربما مرائي، بدك الناس تطرب على صوتك ولا يتعدى حفظك لكتاب الله هذا الأمر. هو تعلم الناس تجويد وبالآخر أمي فداء للأمم. وبعدين طيب كيف نهتدي سبيل؟ تجلد فيي أنا ساقط، أنا مستسلم، أنا لا أستطيع، أنا ساقط في الإباحيات مثلا على سبيل المثال. فلان ساقط بالغناء، فلانة متكشفة متعرية، يقول لك الله غفور رحيم. ونحن ندعو على الظالمين. من الظالمين بالله عليك؟ مش إحنا؟ مش ضربنا بعضنا البعض؟ مش نحن أسد بأسا بيننا؟ يعني هي الحرب إلا بالسودان، يعني مش هي بين بعض، ولا بسوريا مش بين بعض، ولا باليمن؟ انت تروح بس على غزة يعني؟ ماذا تستطيع ان تقدم انت في كل هذه الاماكن؟ طبعا الناس الذي يعني لزموا الاستغفار نجاهم الله من الحروب، قصصهم موجودة عندنا، وعاشوا احلى جمال، يعني جمال المعاملة بالرغم الذي كانوا فيه. نعم عندنا قصص والزلزال الذي ضرب سوريا، معنا قصص نتكلم على ان الله لا يذل المستغفر. لكن سورة البقرة هي العقل المدبر، ستحاجج عنك يوم القيامة.
ستحاجج عنك إن واظبت عليها. والموضوع ليس حفظ سورة البقرة وليس تكرارها مرة في الثلاث أيام. الموضوع ليس طرد شيطان عمي إذا بدك تقبل مني، ووالله وكأنها الحكمة ضالة المؤمن، إذا وجدتها خذها وعيشها واخرج للناس قول كله راء. أنا عشت أعطيها شهر زمان، وأنا أنا بضمن لك خلال 10 أيام تقول لي أنا بطلت أستطيع أن أتحمل ثقل سورة البقرة. هاي شهادة كل حفظ كتاب الله، لا يستطيع أن يردد سورة البقرة بإكثار. ليش يعني سورة البقرة؟ أنا عندما بدأت والفضل لله بدأت يعني بعد هذا التيه قلت سأقرأ سورة ياسين 40 مرة. لما ما حسيت بثقل إطلاقا ولا شيء، والله ولا شيء. يعني علما أنا كنت لا زلت أقرأ سورة البقرة، لكن عندما بتأخذ سورة البقرة أنا رجعت بعد مشواري الطويل مع سورة البقرة وفتحي للقناة. طبعا قلنا شهر ونص سورة البقرة 4 مرات، شهر ونص تقريبا 3 مرات، مش ترتيب يعني عشوائي كان الشيء. سنة ونص تقريبا يعني مرتين، ومرة واحدة من 28/9 إلى يومنا هذا، يعني باقي المدة مرة واحدة. لكن أخذت 10 أيام، لربما قبل سنة ونص 10 أيام 5 مرات سورة البقرة. أخرجت لي كل الذي فعله القرين من بطني. نعم، لماذا الإكثار يفعل هذا الشيء؟ وكان عندي كل يوم مع 5 مرات سورة البقرة، والله كل يوم رؤيا وتتحقق، كل يوم رؤيا وتتحقق، كل يوم رؤيا لل10 أيام، كل يوم رؤيا وراه أمامي. عندما خلصت 10 مرات ما فيش عندي، أنا قليل الرؤى. كنت قبلها يعني كنت يعني أفيق على نفسي أردد آيات في كتاب الله، هيك أفيق دائما أردد شيء من القرآن، يعني قليل الرؤى مش كثير، يعني لربما مرة بالشهرين، مرة بال4 أشهر. طيب سورة البقرة هدت لي نفسي، صرت أعرف أعبد الله الظاهر والباطن. لا يمكن أني أبيع بفضل الله، طبعا أسأل الله الثبات. لا يمكن أني أبيع ديني بعرض والله لو جبت الدنيا كلها فلوس والله ما ببيعها في فرض واحد. يعني خذ هاي الدنيا واعطينا فرض واحد لا تصليه، يعني خلص لا تصليه، والله لا أقبل. افطر يوم عمدا وسنعطيك 100 مليار دولار، والله لا أقبل. أقسم بالذي رفع السماء والله بيعلم ما في القلب، والله حسبني إذا كلامي غلط إني أبيع يوم صيام الذي قال عنه جل في علاه لا يغني المرء صيام الدهر عن يوم ضوعه عمدا. فالأمر كبير يا جماعة، الأمر دين ثبات. كيف أنا أثبت على ديني في هذا الزمن الرديء؟ سورة البقرة عمي، سورة البقرة هي هذا القرص الدواء، يعني أنت بتأخذها وكأنها جرعة يومية تثبيت. تقوى تقوى تقوى، تركت 3 أيام راحت التقوى، ذهبت التقوى، تبخرت. طب عندنا حفظ لكتاب الله ملايين، طب ما في حدا منهن هيك يعني ويبين للناس يعني أين نحن؟ الموضوع مش حسني، الموضوع مش إني أنا أحفظ كتاب الله، الموضوع مش إني أنا أتعلم في كلية شريعة الله، كلية الشريعة. الموضوع معرفة الله وتقوى الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، ويصير اتصالي حقيقة مباشر مع الله جل في علاه. عندما تقول لي في دعاء، لحظة أشرب مي، يعني الرسول عليه السلام يقول ما دعا امرئ مؤمن بدعاء ذنون إلا استجاب الله له. كم دعونا؟ عندما تعيش مع سورة البقرة سترى الاستجابات، طبعا مع لزوم الاستغفار. عندما تعيش مع سورة البقرة أنه تقي خلاص إن شاء الله طهرك من هذه الذنوب بلزومك الاستغفار، وابتعدت عن الذنوب التي هي سبب العذاب وسبب التعطيل وسبب العقاب. فأنت ابتعدت عن هذه الذنوب. واتقوا الله ويعلمكم الله، إنما يتقبل الله من المتقين. فأنا لست تقي بدون سورة البقرة. حفظت كتاب الله ليس أتقياء مع حفظهم،
أنا بدي واحد حفظ كتاب الله يقول أنا والله أقسم بالذي رفع أنا راضي، مش قهرا، مش قهرا، ما فيش إشي تاني يقولوا يعني، راضي، مش حاسد، لا ينظر إلى جيب غيره، مش متخاصم مع من حوله، مش بده ياكل الدنيا، مش همه الدنيا، انتقل إلى همه الآخرة، بينه وبين الله سر، في قرب، في استجابة دعوات، بدأت الاستجابة تأتي. هذا هو بيت القصيد سورة البقرة، ستربيك من جديد. إن لم يكن لك شيخ فأنت بدك سورة البقرة، والشيخ بده سورة البقرة أنشان وكأنه وحي إلهام من عند الله. نعم العالم يحتاج الآن لسورة البقرة لأنها هي التي بفضل الله سيكون علمه وحي إلهام من عند الله، لن تشكل عليه مسألة، إذا أعطى الحل سيجد الحل، والحل هين. هذه هي موضوع، مش حسنات ولا أوراد ولا تعديد، معرفة الله. لن تعرف الله بدون سورة البقرة. من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب، ما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضت عليه. وهنا نسقط كلنا بالفرائض، ونحن نؤدي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، نعملها هاي. وحتى أحبه فإن أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألنا لأعطينه. لكننا نسأل فلا يعطي، بنقيم بالنوافل لكننا سقطنا بالفرائض. الفرائض النهي عن الحرام، النهي عن قطيعة الأرحام، النهي عن الإباحيات، النهي عن الربا، لا نحن سقطنا، لا أستطيع، أنا مريض، بقدرش، أنا مجبور كل يوم أحضر، أنا ببكي، أنا أبكي للشيخ وأفضح حالي أمامه لكن ما بيعطيني حل. اقرأ سورة البقرة سيكون الحل فيها، اقرأ ردد سورة البقرة سيكون الحل فيها، ستخرج من هذه الدائرة وستبدأ تسأل الله ويعطيك. الحمد لله رب العالمين. أسأل الله إن كنها وصلت إنه سورة البقرة هي عقلك المدبر، هي التي ستنقلك من حب الدنيا إلى حب الآخرة وطاعة الله، وتهون، تبسط عليك طاعة الله، تبسط عليك طاعة الله وقربك من الله، وتحب ما يحب الله وتبغض ما يبغض الله، ولن يكون في قلبك لا رياء ولا شرك ولا أي شيء، ولن تعطي لنفسك مكان، لا والله ما في إلا مكان شيلي. لا أريد أن أطيل لأنه 35 دقيقة بذهب الصوت عن الفيسبوك، وأنا بدي أنزل هذا الدرس على الفيسبوك. أسأل الله أن تكون بينت الصورة. ما معنى سورة البقرة 4 مرات؟ معنا قصص لحفظ لكتاب الله، معنا قصص للذين قرأوا سورة البقرة مرة واحدة ثم انتقلوا إلى 4 مرات، معنا قصص كثيرة. ادخلوا للتليجرام على قصص المستغفرين. نعم، وعندنا قناة جديدة أنشأناها لقصص المستغفرين، اسمعوا قصصهم، شوفوا شو تغير بحوالهم، والحمد لله رب العالمين. بالاستغفار لن يعذب الله أمة تستغفر. نعم، إنها الذنوب التي حولها الله علينا لهموم وكروب وحروب وديون. سؤال: إذا إحنا الأمة بتستغفر، نعم سيرفع الله كل شيء، والله كفى المؤمنين القتال، والله سيهلك كل الأمم، وسينقل هذا الذل الذي نحن فيه إلى أمة الكفر، هي التي تكون مذلولة ونحن أعزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.